عندنا برضو حاجة تانية، نفس فكرة الارجس، بس بنعملها بطريقة مختلفة شوية. ازاي؟ قال لك انا ممكن استخدم النجمة، لكن مش وقت تعريف الفانكشن. امال امتى؟ قال لك لما اروح استدعي الفانكشن بتاعتي. بمعنى ايه؟ انا هستخدم النجمة وانا بستدعي الدالة، مش وانا بعرفها. طيب تعال نشوف مثال. انا هنا عرفت مثال اهو، بقول له ديف افريج اوف 2، وقمت قايل له انت هيجي لك 2 انبوت، كما لو كان بالظبط انا هبعت له انبوتس محدده وثابته، بس انا هضحك عليه. يبقى انا هنا بعرف فانكشن من النوع العادي، بديه القيم بتاعتي محدده، هما A و B. هما مين؟ هما A و B زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامي ده. وتحتها على طول بقول له اعرض لي A زائد B على 2. A زائد B على مين؟ A زائد B على 2. طيب، بس خد بالك بقى، وانا بستدعيها هقول له ايه؟ هقول له اسم الدالة اوف نجمة واسم المتغير بتاعي. والمتغير بتاعي مثلا هسميه فار واحد. يعني انا بعت لها الارجس وانا بستدعيها. بعت لها الارجس وانا ايه؟ وانا بستدعيها. ما بعتلهاش الارجس وانا بعرفها، بعت لها الارجس وانا بستدعيها. وطبعا لابد ان عدد الارجس يكون قد عدد الانبوتس اللي انا مديها لها فوق. مديله ايه وبي، مديله اتنين انبوت فقط، يبقى لابد عدد الارجس يبقى كام؟ اتنين. عشان كده فار واحد لو وانا بعرفها قلت له فار واحد هي عباره عن كام؟ واحد واثنين. كم قيمه؟ هما قيمتين، عنصرين فقط. يبقى كم قيمه؟ اتنين. كويس جدا. يبقى عدد الارجس قد عدد الايه؟ قد عدد الانبوت اللي انا مديها له فوق وانا بعرف الفانكشن بتاعتي. وانا فعلا قايل له ايه؟ قايل له ان المتغير بتاعي جواه كام قيمه؟ جواه قيمتين، اتنين فقط في الحاله دي. كويس جدا. طيب نفس الشيء هعرف فانكشن تانية، قلت له ديف افريج اوف 3، يعني انا هدخل لك ثلاث عناصر، ماشي، اسم الفانكشن اهي، وقمت مدخل له A وB وC. يبقى في الحاله دي برضو ايه اللي بيحصل؟ انت اديته القيم بتاعتك بالطريقه العاديه. يعني اديته القيم بتاعتك قيم محدده عباره عن ثلاث متغيرات A و B و C. بس تحت بقى بقول له اعرض لي A زائد B زائد C على كام؟ على 3. حلو. وانا بستدعي الفانكشن عملت ايه؟ قمت قايل له حاجه بالشكل ده، قلت له اسم الداله اوف نجمة واسم المتغير بتاعي اللي هيشيل العناصر بتاعتي. لما قلت له اسم الدالة اوف نجمة والمتغير بتاعي اللي هو اسمه بار 2، يعني انا باعت لك الارجس وانا بستدعيك كدالة يعني. يعني انا باعت لها الارجس وانا بستدعيها. وطبعا لابد ان عدد الارجس يكون قد عدد الانبوتس اللي انا مديها لها في الانبوت. ودي حقيقة. فار 2 هو عبارة عن متغير في كام عنصر؟ في ثلاث عناصر، اللي هي القيمة A وواحد واثنين وكام؟ واحد واثنين وانا ثلاثة. يبقى لابد يبقى عدد الايه؟ الارجس قد عدد الانبوت. في الحالة دي انا ما حطيتش او ما عرفتش الارجس وانا بعرف الفانكشن، ده انا عرفت الارجس وانا بستدعي الفانكشن بتاعتي. يبقى في الحاله دي لما اجي اقول له رن الجزء ده من الكود، هيقول له والله في الاول خالص هروح يعرض لي المتوسط بتاع الفانكشن الاولى. هو عارف ان قيمه الاي خدتها من هنا بواحد، والبي باثنين، واحد زائد اثنين ثلاثه، على الاثنين فيها الواحد ونص. بعد كده بقول له برنت فار واحد، اما قال لي فار واحد هي عباره عن واحد واثنين. والداله الثانيه بياخد الثلاث عناصر يجمعهم على بعض ويقسمهم على ثلاثه، فايه كانت بواحد وبي كانت باثنين وسي كانت بثلاثه، جمعهم وقسمهم على ثلاثه واداني المتوسط بتاعهم. بعد كده بقول له ايه؟ اعرض لي فار 2 بالشكل ده. فدي طريقه ثانيه من ايه؟ طريقه ثانيه من استدعاء الداله. بس انا هنا وانا بستدعي الداله بديها الارجس، مش بديها الارجس وانا بعرف مين؟ وانا بعرف الداله بتاعتي. طيب تعالى ناخد مثال تاني. بس المثال ده بقى فيه حاجة حلوة جدا جدا جدا. ايه هي؟ انا هعمل مزج بين النوعين الاولانيين من طريقة ادخال البيانات للفانكشن بتاعتي. طيب تعالى نشوف ازاي بعمل مزج. بقول له ديف اسم الدالة بتاعتي سميتها تيست فار ارجس، ماشي، مفيش مشكلة خالص. الدالة دي بتاخد انبوتس، بتاخد كام انبوت؟ بتاخد اتنين انبوت. الانبوت الاولاني
هو عادي خالص، انا سميته اف ارجس، سميه اكس، سميه ايه، سميه بي، سميه واي، سميه زي ما انت عايز تسميه. وده عادي خالص، ده انبوت عادي، انبوت محدد، انبوت صريح، كويس جدا. طيب بعد كده بقول لها الانبوت الثاني حطيت قبل المتغير بتاعي نجمه، ده معناها ايه؟ طالما حطيت نجمه معناها ان الانبوت ده من نوع ارجس، معناها ان انا هديله ليست وليس رقم محدد، ليست ايا كان عدد عناصرها، يا رب يكون واحد، يا رب يكون اثنين، يا رب يكون ثلاثه، يا رب يكون 1000 او اكتر، ايا كان. معناها ان أنا هنا هيجي لك ارجس، هيجي لك ايه؟ يعني هيجي لك ليست. العناصر اللي هتجي لك هنا تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ليست. يبقى الكلام ده من الاخر معناه ان الداله بتاعتي هتاخد قيمتين، واحدة معروفة ومحددة وصريحة، والتانية قيم كتيرة مش معروف عددها قد إيه. وبعد كده تحت قلت له برنت فيرست نورمال ارج، وحط له نقطتين يعني اطبع لي الجملة دي زي ما هي كده. وبعد كده اكتب لي ايه؟ اكتب لي القيمة اللي داخل المتغير الأولاني اللي هو اف ارج ده، مفيش مشكلة خالص. وتحتها برضو قلت له فور اكس ان ارج في. حلو. ايه اللي هيحصل؟ انزل اطبع لي ايه؟ انذر ارج ثرو استريك ارج في، اطبع لي الجمله دي زي ما هي كده. وبعد كده اديني قيمه الاكس. اه، هنا لابد ان احنا ناخد بالنا من حاجه، لابد ناخد بالنا من ايه؟ من حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ ان انا هنا وانا جوه الفور، الفور يعني عرفت المتغير بتاعي اللي هيشيل القيمه داخل لوب. معناه ايه؟ معناها ان انت الارج في هيبقى فيها اكتر من قيمه، معناها ان المتغير اللي اسمه ارج بي هيبقى فيه كام؟ هيبقى فيه اكتر من قيمه. وفي الحاله دي المتغير اكس هيشيل اكتر من قيمه. طيب في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ لابد بقى وانا بستدعي الفانكشن بتاعتي ادخل لها كذا قيمه. ادخل لها ايه؟ ادخل لها كذا قيمه. يبقى وانا بستدعي الفانكشن بتاعتي، الفانكشن دي هديها كذا قيمه. وايه اللي هيحصل؟ لما استدعي الفانكشن هياخد اول قيمه يحطها في اول متغير، لان دي قيمه ثابته معروفه، وبالتالي هياخد اول قيمه يحطها في مين؟ في المتغير اللي اسمه اف ار. حلو. وباقي القيم كلها هيحطها في المتغير الثاني اللي احنا سميناه ار جي في، وقدامه نجمه اللي هو مين؟ اللي هو ار جي في ده. هياخد القيم كلها يحطها في ار جي في. عشان كده عمل اللوب على ار جي في. عمل اللوب على مين؟ على ار جي في. تقدر تقول لي في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ تعالى اقول لك بالتفصيل ايه اللي هيحصل. في الاول خالص بايثون لما يلاقيني معرف فانكشن مش هيدخل جواها اطلاقا، هيقوم سايبها وخارج بره. لما يخرج بره هينزل تحت يلاقيني بستدعي هذه الفانكشن، بقول له تيست فار ارجس. حلو. وانا بستدعيها دخلت لها ليست من العناصر، اهو دخلت لها خليل واحمد ومحمد وعلي. لما استدعيها هيقوم طالع فوق للفانكشن، هيلاقيني معرف الفانكشن ديت بتو انبوتس، واحد عادي والتاني من نوع ارج. حلو. العادي هياخد اول قيمه اللي هي خليل يحطها في العادي. حلو. ويقوم نازل تحت يلاقيني بقول له اعرض لي ذا فيرست نورمال ارج، وبعد كده اف ارج. هيقوم عارض لي كده على الشاشه هنا في الكونسول ذا فيرست نورمال ارج نقطتين وحاطط لي خليل. ويقوم نازل تحت هيلاقيني بقول له فور اكس، لكل اكس داخل المتغير اللي اسمه ارج بي، حيث ارج بي شايل باقي جميع عناصر الليسته اللي انا مديها له. وفي الاول خالص اكس هتبقى قيمتها باحمد. هل احمد داخل الارج؟ يقوم طابع لي انذر ارج ثرو ارج واحمد. يقوم راجع تاني ياخد تاني حاجه اكس، هلاقيها بكام؟ هلاقيها بمحمد. ما هو اكس داخل ايه؟ داخل الارج. ما هو الارج ديت سميها رينج، سميها ليست، سميها زي ما انت عايز يعني. وكل مره اكس هتاخد اول حاجه في الارج، الارج دي يعني اللي هي مين؟ احمد. خلصها وطبعها ماشي. يرجع تاني للامر فوق يقول له اكس داخل ارج في. ارج في الحاله دي بكام؟ اللي هي العنصر الثاني بمحمد. يقوم واخد محمد وطبعه. يقوم راجع تاني للامر فور، ها اكس داخل ارج في. ارج في في الحاله ديت واقف على العنصر الثالث فيها اللي هو مين؟ اللي هو علي. يقوم واخد علي وطبعه. خلص يقوم مخلص خالص يطلع هل في حاجه بره الفانكشن؟ لا، مفيش حاجه ثانيه. بالتالي هيقوم عارض لي مين؟ هيقوم عارض لي الشكل اللي احنا هنقوله دلوقتي ده. اول حاجه هيقول لي ذا فيرست نورمال ارك ويقوم قايل لي خليل. بعد كده يقوم نازل قايل لي ايه؟ ذا انذر ثرو مش عارف ايه، هيقوم طابع لي احمد، وتحتيها انذر ثرو مش عارف ايه محمد، وانذر ثرو ايه علي. وبالتالي لما اقول له رن الجزء ده من الكود اهو ذا فيرست نورمال ارك خليل، لان ده خليل هو كان العنصر اللي محدد وواضح وصريح اللي هو كان موجود في اف ارج، عشان كده طبعه لي.
بعد كده الباقي عناصر الليست او عناصر الانبوتس بتوع الداله بتاعتي كانوا موجودين جوه حاجه اسمها ارج في، وانا مش يعني ايه مررت عليها المتغير اللي اسمه اكس. فاكس في المره الاولى راح جاب احمد، وفي المره الثانيه راح جاب محمد، وفي المره الثالثه راح جاب مين؟ راح جاب علي.